من أمتع المراحل اللي بنعدي عليها في البايبلاين بتاع ال 3D هو اللايت أو الإضاءة. الإضاءة لوحدها كفيلة إنها تخلي الشغل عادي أو ممتاز. تعالوا في فيديو النهاردة نتعرف على مفاهيم أساسية ونعرف إيه هي أنواع الإضاءة وإزاي نستخدمها. أعتقد أول حاجة هتيجي في بالك دلوقتي هو مش المفروض إحنا عملنا موديلنج فالمفروض دلوقتي نعمل الماتيريال والتكتشرنج؟ خلينا أنا أسألك سؤال تاني، كم مرة رحت تشتري هدوم وليكن تيشيرت مثلا واخترت لون معين واللون ده عاجبك جدا ومقتنع بيه، ولما روحت البيت لقيت اللون ده مختلف شوية عن اللون اللي انت قسته في المحل؟ في الحقيقة السبب ورا الموضوع ده هو ان في الغالب المحل بيبقى مستخدم اضاءة ورم او الاضاءة بتبقى مصفرة شوية، فلما بتاخد التيشيرت ده وتروح بيه البيت بتلاقي لونه مختلف شوية. ده بسبب ان انت ساعتها في البيت بتبقى لون الاضاءة ابيض، فساعتها انت بتشوف اللون الحقيقي للتيشيرت اللي يكون بيبقى مختلف شوية عن اللون اللي انت اخترته في المحل. عشان كده ده يخلينا نستنتج ان الاضاءة حاجة مهمة جدا، والاضاءة اي تغيير فيها بيغير في الماتيريال وبيغير في الالوان. عشان كده دايما بيفضل ان احنا نظبط الاضاءة بتاعتنا ونعمل اضاءة بشكل ما مش بتأثر على الماتيريال او الالوان بتاعتي، بعدين ابتدي اظبط الماتيريالز زي ما انا عايز. اول حاجة محتاجين نعرفها ايه هي انواع اللايتس. عندنا 3 انواع اساسيين من اللايت. النوع الاول وهو البوينت لايت، النوع التاني هو الاريا لايت، والنوع التالت هو الانفينيت لايت. طيب انا لو جيت دلوقتي على الايكون دي وضغطت هلاقي اكتر من نوع، دول مش 3. في الحقيقة كل مجموعة من دي هي بتبقى تحت نوع من ال3 اللي احنا اتكلمنا عنهم. حتى لو رحنا لأي سوفت وير تاني أو رحنا لأي ريندر انجن، القايمة بتاعت اللايتس أي نوع فيهم مهما يتغير اسمه أو يتغير في شكله هيبقى دايما نوع من ال3 الأساسيين. فإن حتى لو لاحظت هنا هلاقي دول 3 مجموعات اهم. المجموعة الأولى دي هي البوينت لايت، المجموعة التانية دي الاريا لايت، والمجموعة التالتة دي هي الانفينيت لايت. طيب ايه الفرق بين التلاتة؟ البوينت لايت بيبقى من اسمه عبارة عن نقطة واللايت بيخرج منها من كل الاتجاهات. الاريا بتبقى عبارة عن سطح بيخرج منه الإضاءة، والسطح ده ممكن يبقى سفير، ممكن يبقى كيوب، ممكن يبقى أشكال كتير قوي. وآخر نوع وهو الانفينيت لايت، والانفينيت لايت بيبقى زي ضوء الشمس، بيبقى دايما ضوء الأشعة بتاعته بتبقى متوازية. والمختلف في الإضاءة دي إن أنا لما بغير في مكانها السين بتاعي مش بيتأثر. لما بغير في الروتيشن هو ده اللي بيأثر عندي في المشهد بتاعي. طيب خلينا نجرب كل واحد من ده ممكن يكون تأثيره عامل ازاي. هنزل هنا كده سفير، السفير دي هجيبها بالشكل ده كده. طيب اللي انا عامله ده هنا عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سيت اب كده بسيط. هنا دي الكاميرا بتاعتي، ده كده زي كروما او باك دروب عشان اقدر لو في شادو هشوف الشادو هيبقى عامل ازاي. وده اسمه كولر تشيكر، وهنجيله دلوقتي هنفهم احنا منزلين ده ليه. بس في البداية خلينا ننزل السفير بالشكل ده. بعدين هجيب لايت ده كده. ملاحظين اول ما نزلت اللايت الدنيا بقت مسودة كده بشكل ما، في حاجة غريبة. هو اللي حصل انه اللايت مش موجود. انا عشان اشوف ان دي سفير واشوف ان ده باك دروب واشوف ان ده كذا وده كذا وده كذا لازم يبقى فيه لايت، بس انا هنا مش منزل اي لايت. ده بسبب ان البرنامج بيبقى منزل زي ديفولت لايت كده او لايت بشكل مبدئي بس عشان اقدر اتحرك في الفيو بورت واشوف الاجسام بتاعتي. بس اول ما بنزل اضاءة من عندي هو بيمسح او بيخفي الاضاءة المبدئية اللي هو حاططها، وبيبتدي يعني بيبدأ يعتمد على الاضاءة اللي انا منزلها. فلو جيت حركت كده ده كده بوينت لايت. البوينت لايت لما اجي احركه هلاقي ان في شادو بيظهر على السفير دي، بس هلاحظ ان في حاجة غريبة، الا وهي ان طالما عندي اضاءة وعندي جسم منطقي جدا ان لازم يبقى عندي شادو، انما هنا انا ما عنديش شادو. ده بسبب ان انا لو جيت وقفت على اللايت هلاقي فيه شادو ومعمول نون،
بيبقى باي ديفولت مخلي الشادو مخفي. لو جيت ضغطت كده هلاقي عندي سوفت شادو وهارد شادو واريا شادو. لو اخترت السوفت شادو هلاقي ده اللي حصل عندي. طيب ممكن تيجي تعمله كده هتلاقوا مفيش اي حاجة اتغيرت. ده بسبب ان الديفولت بتاع البرنامج برضو ان الشادوز ما بتظهرش في الفيو بورد. طيب عشان اخلي ده يظهر في الفيو بورد هاجي هنا في اوبشن، هلاقي في شادوز الديفولت بتاعها يبقى كده ان هي مقفولة. لو عايز افتحها هاجي على اوبشنز بعدين اضغط على شادو فهيظهر لي الشادو في الفيو بورد. طيب كل ما بحرك الشادو او كل ما بحرك اللايت هلاقي بيظهر لي الشادو بتاع السفير ويظهر لي الشادو بتاع الباك دروب ده وهكذا. طيب لو وقفت على اللايت دي كده الخواص بتاعة الإضاءة بتاعتي. أول حاجة ألاحظها هي الكلر، إن أنا ممكن أغير في اللون بتاع الإضاءة بتاعتي. فلو جيت هنا غيرت مثلا الإضاءة هنا ممكن أغير اللون بالشكل ده كده، ممكن أختار أي لون أنا عايزه بقى. هنا بقى دي عايزين ناخد بالنا من حاجة هنا. فاكرين المثال بتاع التيشيرت؟ بصوا الإضاءة لما كانت لونها أبيض دي كده الألوان الحقيقية اللي قدامي. بصوا بقى لما أجي أغير في الإضاءة، لما أغير في اللون بتاعها، بصوا لاحظوا هنا الألوان اللي هيحصل فيها. الألوان بتتغير بسبب إن أنا غيرت الإضاءة، فالإضاءة لما نزلت على اللون بتغير لي في الألوان بتاعتي. عشان كده مهم جدا إن إحنا لما بنتست أي ماتيريال أو أي حاجة تبقى الإضاءة بتاعتي إضاءة لونها أبيض مش واخدة أي ألوان، عشان أقدر أتست إن الماتيريال دي صح ولا لأ. فدي أول حاجة بالنسبة للكالر. ممكن أغير في التمبريتشر دي اللي هي درجة الحرارة بتاعة الضوء. وعامة أنا كل ما هزود درجة الحرارة كل ما اللون بتاع الضوء هيروح للأزرق، وكل ما أقللها هيروح للأحمر. نخلي بالنا هنا إن الكالر تمبريتشر بتبقى عكس الكالر ويل، عشان احنا دايما بنقول على اللون الأحمر ده لون سخن واللون الأزرق ده لون بارد. بس الضوء بيبقى بالعكس، كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما اللون بتاع الضوء هيروح للأزرق، وكل ما هقلل درجة الحرارة بتاعة الضوء كل ما اللون هيروح للأحمر. ممكن أقفل التمبريتشر كده وأرجعه تاني للأبيض. يبقى ده أول حاجة بالنسبة للبوينت لايت. البوينت لايت أخد بالي جدا إن الشادو هنا هيبقى شارب، ولو جيت دلوقتي كبرت أو صغرت في حجم الإضاءة الشادو عندي مش هتأثر بحاجة. حاجة كمان محتاج أعرفها وحاجة مهمة جدا، إن الضوء أو اللايت في برامج ال 3D عامة دايما بتبقى بتمشي بنفس المنطق اللي الضوء بيتعامل بيه في الطبيعة. يعني لو أنا جيت هنا ودخلت على ديتيلز هلاقي في حاجة هنا اسمها فول اوف. الفول اوف ده لو جيت خليتها inverse سكوير حتى ما بين قوسين كده عامل حاجة اسمها physically accurate، يعني هو كفيزيكس هيبقى أدق من اللي هو عامله دلوقتي. يعني ايه؟ لو خليت inverse سكوير يعني ألاحظ كده، بصوا ايه اللي حصل. تلاقي بقى فيه لسعة إضاءة جامدة أوي هنا ورايحة على مفيش. ده بالظبط لما أجيب كشاف وأقربه من الحيطة هتلاقي الإضاءة بقت أقوى والمساحة اللي على الحيطة بتقل، وكل ما هبعد كل ما الإضاءة هتبقى أخف وهياخد مساحة أقل. ده اللي بيحصل في الحقيقة، فهو بيحاول على قد ما يقدر يطبق اللي بيحصل في الحقيقة. طيب أنا ممكن أجي أصغر كده، خلي بالكوا أنا بصغر السبوت دي بس الشادو ما بيحصلش فيه تغيير غير لما بحرك مكان. طيب ما أنا ممكن أبعد كده، ممكن أجي هنا على اللايت ارجع في الجنرال تاني هلاقي في حاجه اسمها انتنستي دي هي شده الاضاءه. طيب هل ده معناه ان هي اخرها 100 يعني اخر البار 100؟ بس عادي ممكن ازود كده فهيزود شده الاضاءه او هيقلل. ده بالنسبه للبوينت لايت. بالنسبه بقى للاريا لايت فهي هتكون
شكلها مختلف شوية عن البوينت لايت. يعني اتفقنا ان البوينت لايت بتبقى عبارة عن نقطة صغيرة، انما الاريا لايت بيبقى شكل السورس او المصدر بيبقى واخد شكل هندسي معين. يعني ممكن يبقى مربع زي ده، ممكن اغير في حجمه، ممكن لو دخلت في ديتيلز هنا هلاقي اريا شيب، ممكن اختار كذا شكل. يعني لو انا جيت على اللايت ده كده اللي هو الاريا لايت، انا مغيرتش في شكله دلوقتي، لو جيت عملت ريندر هلاقي في خط اسود بالطول كده، والستيل ما عنديش شادو هنا. فالخط ده بسبب ان اللايت خارج من هنا وخارج من الناحية التانية، بس مازال في زي لاين كده او خط صغير قوي مش واصل له اضاءة. فلو جيت دلوقتي غيرت الاريا شيب، خليتها بدل ريكتانجل خليتها مثلا سفير، وجيت عملت ريندر هلاقي ان اللاين ده مبقاش موجود. طيب ممكن اجي هنا على اللايت، منساش ان انا اشغل الشادو، اخليه مثلا سوفت، هلاقي ده شكل الاضاءة بتاعي. ممكن برضو اجي اشغل الفولوف خليه انفرس سكوير، ممكن اصغر في حجمه كده شوية، ممكن اجيبه كده، ممكن اقدر اغير بقى زي ما انا عايز. طبعا نفس ال الخواص بتاعتي اللي هو الكالر والتمبريتشر، كل الحاجات دي برضو موجودة زي ما هي في الاريا لايت. طيب في نوع تاني من الاريا لايت وهو البي بي ار لايت. البي بي ار لايت هو الاريا لايت، بس كل الحكايه ان هو فيزيكس، هو اكيوريت اكتر من الاريا لايت. يعني لو جيت نزلت البي بي ار كده هتلاقي باي ديفولت او هو بينزل اوتوماتيك الانفرس سكوير شغال. ممكن اجي اصغر في حجمه كده شويه، واجي اقلل الانتنستي شويه، حتى برضو هتلاقوا الشادو شغال اوتوماتيك على طول. ممكن اخليه يقرب كده. طيب تعالوا نعمل ريندر. بص شكل الشادو هنا عامل ازاي. طيب لو انا جيت دلوقتي مسكت الشادو ده وصغرته كده شويه وكبرت ده وجيت عملت ريندر تاني، بصوا هنا فرق الشادو ده من الشادو اللي قبله. شكل الشادو اتغير عشان شكل الاريا لايت عندي هنا اتغير. فدي حاجة انا مش هقدر اتحكم فيها في البوينت لايت، عشان كده بقى عندنا كذا نوع، عندنا البوينت لايت وعندنا الاريا لايت. طيب لو جيت غيرت في حجمه تاني، يعني ممكن اعمل كده، ممكن حتى اغير شكله خالص، ممكن اخليه مثلا ديسك، او لا اخليه مثلا كيوب. صغر الكيوب كده شوية، تعالوا نشوف شكل الشادوز هتبقى عاملة ازاي. ده كده لما كان ريكتانجل، ده لما غيرت شكله في الحجم، وده لما غيرته بقى كيوب. كل مرة شكل الشادو بيختلف على حسب السورس. ولاحظ هنا برضو كمان، يعني هنا في شادو في شادو اهو، لاحظ على حسب كل سورس شكل الشادو بيختلف ازاي. طيب انا لو هنا ده الجزء ده عندي مضلم، لو جيت هنا الاقي فيه زي دايركشن اونلي، لو جيت قفلت ده كده هلاقيه بقى بينور لي في كذا اتجاه. فده برضو نوع من انواع الاريا لايت. يعني انا لو جيت هنا هلاقي برضو موجود في الاريا لايت، فالاولاني اريا لايت والتاني اريا لايت، بس الخواص بتاعتهم مختلفة شوية، بس مازال الاتنين اريا لايت. اخر نوع وهو الانفينيت لايت. لو جيت على الانفينيت لايت هلاقي الدنيا برضو بقت مختلفة بالشكل ده كده، زي ما اتعودنا ان احنا اتفقنا ان هو بيلغي الديفولت لايت وبيبتدي يستخدم اللايت اللي انا نزله. لو جيت دلوقتي احنا اتفقنا ان الانفينيت لايت لما باجي اغير في مكانه مفيش اي حاجة هتتأثر عندي. هلاحظ هنا ان في خط ابيض بالشكل ده، الخط الابيض ده بيدل على الدايركشن او الاتجاه بتاع الاضاءة بتاعتي. لو جيت مسكت البوينت دي كده مش بتأثر في الروتيشن، فممكن اضغط على ار واجي احرك في الاتجاه بتاع الاضاءة بتاعي.
شايفين كده كل ما بغير في الاتجاه او في الدايركشن بيأثر في شكل اللايت بتاعي. ممكن اجي برضو اشغل الشادو واشوف الشادو هيبقى عامل ازاي. يعني الاضاءة دي في الغالب بنستخدمها اكتر لو عندي مشاهد خارجية او عندي حاجة مش في استوديو مثلا، او مش حاجة مشهد داخلي، يعني ممكن لو بعمل مدينة او حاجة. فده شكل الشادو بتاعي. كل لايت من ده بيبقى ليه شكل معين او ستايل معين. من ضمن الانواع بتاعه الانفينيت لايت، لو جيت ضغطت كده هلاقي في حاجه اسمها فيزيكال سكاي. الفيزيكال سكاي هنا هي عباره عن اوبجكت بيحاول ان هو يحاكي شكل السماء في وقت معين. يعني لو جيت هنا ممكن اختار اليوم، ممكن اختار الوقت. كل ما بغير في ده كل ما هيغير لي شكل الإضاءة هنا. ممكن اختار ظروف السماء هتبقى عاملة ازاي. ممكن اختار شكل السما مثلا في دولة معينة، عندي كده دول كتير. كل ما اغير حاجة من دي كل ما اغير لي في شكل الإضاءة هنا. يعني ممكن اجي مثلا اجي في افريكا، ممكن اختار مثلا ايجيبت. ممكن اختار كمان مدينة معينة في مصر. فبيحاول ان هو يحاكي شكل السما في المكان ده. جيت عملت ريندر هلاقي برضو شايفين الشادوز والإضاءة عامة شكلها اختلف. بعد ما عرفنا ايه هي انواع اللايتس، محتاجين دلوقتي نعرف مبدئين مهمين جدا في عالم ال 3D. وعشان نعرف ايه هما المبدئين دول محتاجين نرجع خطوة لورا ونسأل نفسنا سؤال: هو ازاي العين بتشوف؟ العين بتشوف عشان بيبقى عندنا مصدر إضاءة. مصدر الإضاءة ده بيخرج ريز لايت. اللايت ده يخبط في الأوبجكت بعدين يرجع على عيني فابتدي أشوف الأوبجكت بتاعي. في الحالة دي الشعاع اللي خرج من السورس خبط في الأوبجكت بعدين رجع على العين بيبقى اسمه دايركت لايت. بس هل بالضرورة ان كل اللايتس اللي هتطلع من السورس لازم تخبط في الاوبجكت اللي انا المفروض اشوفه بعدين تيجي على عيني؟ مش شرط. ممكن ريز تطلع من السورس تخبط مثلا في اي اوبجكت تاني، بعدين بعد ما تخبط في الاوبجكت التاني الشعاع ده ينعكس في مكان ما بعدين يرجع ينعكس على عيني. الحالة دي او الحالة التانية دي اللايت بيبقى اسمه indirect light. المبدأ ده في عالم ال 3D بيتسمى الجي اي او الجلوبال illumination. عشان كده لما بنيجي دلوقتي نعمل، لو عملنا ريندر احنا دلوقتي عندنا مصدر اضاءة اهو، وعندنا الاوبجكت بتاعنا اللي هو السفير، وعندنا مثلا الاوبجكت الباك دروب ده. بصوا هنا الشادو عامل ازاي. الديفولت بيبقى ان الجي اي او الجلوبال illumination مش بيبقى شغال، وده بسبب ان في الحقيقة كمية الإضاءة اللي بتبقى خارجة من مصدر الضوء بتبقى كبيرة جدا، كبيرة لدرجة ان مفيش اي جهاز في الدنيا يقدر يستحملها. فبالتالي احنا بنحاول نقلل او عدد الريز او أشعة الضوء اللي بتبقى خارجة من المصدر بتبقى محدودة شوية. طيب عشان أشغل جلوبال illumination هاجي أضغط على الريندر settings، بعدين هاجي على effect، هلاقي في حاجة اسمها جلوبال illumination. تعالوا نشوف بعد ما نزلت الجلوبال illumination شكل الريندر هيبقى عامل ازاي. لو جيت عملت ريندر طبعا هيبتدي ياخد وقت شوية. اخد بالي بصوا هنا شكل الشادوز بقت عاملة ازاي. بصفة عامة شكل المشهد بقى أحسن. يعني ده قبل الجلوبال illumination. شايفين هنا الجزء الغامق ده بسبب إن اللايت خرج من السورس، بعدين في الحالة دي بقى مش هيجي على عيني هيجي على الكاميرا. فلاحظ إن الجزء ده غامق شوية، وهنا تقريبا مفيش أي لايت، أو الجزء ده غامق بسبب إن اللايت مش واصل له أوي. بس لما جيت شغلت الجلوبال illumination اخد بالي على السفير دي والسفير دي. ليه الجزء ده بقى شكله احسن؟ ده بسبب ان اللايت جه خبط في السورس. عندنا الاندايركت لايت جه خبط هنا بعدين جه على الكاميرا، بعدين في لايت جه خبط هنا في الجزء ده بعدين انعكس جه خبط هنا بعدين جه على الكاميرا. الجزء ده او اللايت ده بيبقى اسمه الاندايركت لايت. ده المبدأ الاولاني. المبدأ التاني وهو اسمه الامبيانت اكلوجن. الامبيانت اكلوجن دي الشادوز اللي بتظهر بسبب الاوبجكت نفسه. يعني لو جينا هنا هلاقي تاني حاجة برضو بتبقى مش شغالة هي الامبيانت اكلوجن. لو جيت شغلت الامبيانت اكلوجن وجيت اعمل ريندر
عايزين نلاحظ في شادو صغير ظهر هنا، وفي شادو صغير ظهر هنا، وفي شادو صغير ظهر هنا. دول بصوا الفرق، ده الامبيانت اكلوجن او ده السوفت شادو اللي بيظهر بسبب الموديل نفسه او الاوبجكت نفسه. طبعا بعد ما شغلت الجلوبال اليمينيشن وشغلت الامبيانت اكلوجن، طبعا كل ما بنظبط في اللايت وفي سيت اب اللايت اكتر، ده بنقرب للرياليزم اكتر، فبنحاول ان الشوت اللي قدامي يبقى حقيقي اكتر واكتر، وبيتحسن احسن واحسن كل ما بنظبط في السيتنجز بتاعت اللايت، نظبط في توزيعها، نظبط في الحجم بتاعها. كل ما بظبط اكتر كل ما النتيجة اللي عندي بتكون احسن. طيب ده ممكن يفيدني في ايه؟ ده ممكن يفيدني ان انا ممكن اجيب environment، والenvironment دي اقدر استخدمها في السيتنجز بتاعت اللايت بتاعتي. تعالوا نشوف ازاي. لو انا شلت اللايت ده بعدين جيت عملت ريندر، هلاقي مفيش اي حاجة ظهرت عندي. ده بسبب ان انا لما مشغل جلوبال illumination برضو الديفولت لايت ما بيبقاش شغال. في مبدأ تاني ممكن استخدمه وهو اسمه ال HDRI او صور ال HDRI. HDRI ببساطة هي بتبقى عبارة عن صورة بستخدمها as a environment، فبقدر استخدم الداتا بتاعة اللايت عشان اقدر الايت المشهد بتاعي. ممكن اعمل ده ازاي؟ ممكن اجي انزل سكاي، بعدين هاجي هعمل نيو ماتيريال، هسمي الماتيريال دي HDRI، بعدين هاجي هنا افتح الماتيريال، هقفل كل ده وهاجي على اللومينانس تشانل، محتاج ادخل له الصوره بتاعه ال HDRI. طب انا ممكن اجيب صور او الانفايرمنت بتاعه ال HDRI دي منين؟ ممكن اجي افتح براوزر، بعدين هكتب HDRI، هلاقي موقع اسمه بولي هيفن. لو دخلت على بولي هيفن هلاقي كل دي HDRIs. ممكن استخدم اي HDRI من دي، او بتبقى عبارة عن اني بستغل الانفايرمنت من واحدة من دول عشان اقدر اعمل سيت اب للسين بتاعي. فممكن اجي اجيب مثلا اضاءة زي اضاءة الاستوديو دي، فلاحظ هنا ان هو بيجيب لي، لو دوست باك بيجيب لي شكل السيناريوز بتاعت الاوبجكت لما احطها في الاستوديو ده تبقى عامله ازاي. يعني الحاجات الريفلكتيف هتبقى عامله ازاي، الحاجات الترانسبيرنت، شكل الشادوز هتبقى عامله ازاي، وهكذا. فهدخل هنا اعمل لها داونلود، ممكن انزل بس 2K يكفي. الاي اكس ار دي فورمات، ممكن تبقى اي فورمات الصور. هعمل داونلود، بعد ما نزلت هرجع للبرنامج واقوم عامل براوز للصورة. كده انا حطيت الصورة عندي في الماتيريال. هابلاي ال HDRI على السكاي، وتعالوا نعمل ريندر نشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل ده ان احنا دلوقتي استخدمنا ال HDRI او الانفايرومنت بتاعتي ان انا اقدر اعمل اللايت بالشكل ده. طبعا هنا ابتدى يبقى عندي الحاجات دي بتبقى نويز بسبب ان السيتنجز بتاعت الريندر محتاجه تتظبط شويه، محتاج اظبط عدد الريز، محتاج شويه تظبيط بس في الريندر. فممكن اجي هنا في ريندر سيتنجز، اجي على الجلوبال اليمينيشن، اخلي البرايمري ميثود UMC، والسكندري ميثود اخليه radiance cache. دوست ريندر، يعني هلاحظ هنا انها اتحسنت شوية. ممكن اجي اغير في render settings، ممكن اخلي radiance cache legacy، ممكن اخلي light mapping. مش عايزين ندخل في تفاصيل الحاجات دي دلوقتي، يعني احسن شوية. ممكن اخلي QMC بس دي بتبقى طريقة، يعني هي كواليتي اعلى بس بتاخد وقت اطول برضو في الريندر. كل ما الكواليتي بتزيد كل ما وقت الريندر بيزيد. كده يبقى عرفنا يعني ايه جلوبال illumination، عرفنا يعني ايه ambient occlusion، عرفنا اللايت بيشتغل ازاي في برامج ال 3D، عرفنا ايه هي انواع اللايتس. خلينا بقى نطبق على مثال او نطبق على المشهد اللي احنا شفناه في اول الفيديو اللي هو ده، بس ده هنخليه في فيديو تاني عشان الفيديو ما يبقاش اطول من كده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي جاية، ولو انت جيت على الفيديو ده اول مرة ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت.